عقلتوا ملي قلت لكم كاينين عائلات كيعتبروا بناتهم بحال شي مشروع، غير كتبان عليهم العلامات ديال البلوغ كيبغيو يصيفطوهم باي طريقه. وهاد الدوله اللي غادي نحطوا فيها الرحال اليوم غادي تاكد لينا هاد الشيء. واش سبق لكم سمعتوا بظاهره البلوح؟ ظاهره اللي مشهوره في موريتانيا كتخص غير البنات، وكيف ما كتعرفوا من معايير الجمال عندهم في هاد البلاد هي ان البنت خاصها تكون سمينه وغليظه كيف ما كيسميوه هما، خاصها تكون مليح. اما المراه اللي كتكون نحيفه وضعيفه بالنسبه للعائلات الموريتانيه فاللي ماشي مزيان وكيعتبروها الرجال مريضه، وكاين منهم اللي كيعتبرها ماشي من عماره الدار. وبالنسبه لهم المراه اللي كتكون سمينه وغليظه قال لك اسيدي كتشد بلاصه كبيره في قلب الراجل وما كتخليش يشوف في مراه وحده اخرى. هادشي علاش العائلات الموريتانيه كتخاف على بناتها لا تبور، وكتبغي شي موريتاني من بلادهم يتقدم ليها، واول حاجه كيفكروا فيها هي يزوجوها، بالاخص تخرج من الدار في عمر صغير. ومن هذه النقطه بالضبط بانت ظاهره اللي سميتها ظاهره البلوح. هنايا كيبداو يعلفوا في البنات بحال شي بهايم، ها الكسكس مفور، ها الحليب ديال الجمال، كيشدوا عليهم في واحد البيت ما كيخليهمش يخرجوا. وفي حاله دعات الضروره وكاينه شي بنت اللي رفضات ما بغاتش تاكل هذاك الشيء اللي كيوجدوا، راه ممكن يربطوها بالقنانب غير باش ما تهربش من الدار، وحتى هي دير هذيك الظاهره ديال البلوح. كاين اللي كيسميوه حتى الاطعام القيصري اللي كيعطيوه للبنيات صغار، كيبداوهم من عمر صغيره تقريبا من 6 سنين، وكاينين اللي كيعطيوها لوليداتهم من عمر 3 سنين باش زعما يوجدوهم من دابا البيت الزوجيه، حيت في حاله ما داروش هذا الشيء وما وكلوهمش في عمر صغير المعده ديال هاد البنت ما غاديش توسع، يعني ما يمكنش ليها تدخل سعرات حراريه اللي كبيره اللي غادي تخليها تغلاض من بعد. وفي هذه الحاله مشروع الزواج غادي يكون فاشل، حيت هاد البنت غادي تطلع نحيفه وحتى شي راجل موريتاني ما غادي يديها فيها. هاد البنيه ضحيه ديال تقاليد ومعتقدات قديمه اللي ما بقات عندها لا اساس لا راس، وفي 2023 مازال كيخدموا فيها في هاد البلاد. المشكل ان هاد الظاهره كتسبب البنات في الموت بسبب هذاك الافراط ديال الماكله، وراه بالسيف عليها ما تموت، وهما يوميا كيفرضوا عليها تبقى في واحد البيت ما تتحركش من الصباح حتى الليل. العائلات كيطيبوا لهم وهما كياكلوا، وواخا المعده ديالهم كتعمر كيفرضوا عليهم باش يزيدوا ياكلوا. تخيلوا معايا كيبداو يدخلوا البنيات الصغار الزمان لدرجه ما كيبقاوش يفكروا في القرايه او الخدمه، وكتلقى الموضوع الوحيد اللي كيدور في موريتانيا عند البنات هو الزواج. وبما ان الطلب على هاد الظاهره كبير بزاف ضروري غادي يبانوا صحاب الشكاره اللي غادي يديروا من هاد القضيه مهنه. تخيلوا معايا وحدين داروا بلايص اللي سماوهم مزارع تسمين النساء، كيف ما سمعتي كتلقى فيرمات غير ديال البنات كيعطيوهم دردك موريتاني، كيوجدوا لهم الماكله والحليب وما كيخليهمش يتنفسوا، كيبقاو يعطيوهم في هاد الماكله النهار كامل بلا ما يديروا حتى شي حركه، حيت في حاله داروا شي حركه غادي يبداو يحرقوا السعرات الحراريه. وهذا الشيء ماشي في الصريح ديال اي بنت، حيت غادي تضعف بسبب هاد الحركه. ومن بعد سوايع طويله من الماكله البنت ما كتبقاش قادره انها تنوض، حيت تقلات بسبب الحليب ديال الجمال اللي اصلا هو ثقيل بلا ما يزيدوا عليه هذاك الكسكسو. وهذا كان هو الجمال في موريتانيا. ما تنساوش تكتبوا لنا في التعليقات اغرب ظاهره ديال الجمال عرفتوها في حياتكم، كتبها لنا في التعليقات، دير لايك وبارطاجي مع صحابك، دير متابعه للصفحه، ومرحبا بك في العائله ديالنا. كان معكم محسن، هذا مكان تهلاو.